السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي يا احلى عيلة واحلى صحبة. فيديو النهاردة تحفة. عندك شوية دقيق، تعالي نعمل بيه احلى بيتزا. دلوقتي البيتزا ب80 وب70 جنيه واكتر كمان حبايب قلبي. هنعمل مع بعض النهاردة 16 ميني بيتزا بالخضار وميكس الجبن والجبنة الموتزاريلا، حاجة كده فاخر من الاخر. ان شاء الله فيديو النهاردة هوريكم ازاي تعملوا عجينة البيتزا بمقادير مظبوطة وناجحة من اول مره، من غير زبادي ولا لبن. حبايب قلبي بصوا المطه بتاعت الجبنه، باركولي اول مره اجيب جبنه حبايب قلبي وتمط معايا. فرحانه جدا. الجبنه دي اسمها الحمد، بصراحه حلوه جدا. بصوا جمالها. يتمنى اللي يتفرج على الفيديو ما ينسانيش انا اكلة هويدا، لايك واشتراك للقناه. يلا بينا حبايب قلبي نشوف هنعمل الجمال دوت ازاي. يلا بينا. ده كلامنا بالصلاة على النبي ونسمي باسم الرحمن. معايا 6 كوبايات من الدقيق، ضفت عليهم 3 معالق لبن بودرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، كيس خميرة فورية. هقلب المواد الجافة كلها مع بعض. محضرة 3 كوبايات من المية بنفس المضج اللي عايرتي بيه الدقيق. حطيت اول كوبايه، تاني كوبايه، تالت كوبايه مش هحطها حبايب قلبي، هنزل بيها بالتدريج. ممكن العجينه تاخد معايا 2.5 كوباية، 2.25 كوباية، ممكن تاخد ال3 كوبايات. احنا عارفين الدقيق انواع، في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق لا. العجينه خدت معايا 2.5 كوباية من الميه. عجنتها حلو جدا. ضفت معلقتين من الزيت وهعجنها تاني لغايه ما الاقيها بشد فيها ما بتتقطعش معايا. احط نقطة زيت، اغطيها من فوق وتحت بنقطة زيت بسيطة جدا، وهجيب كيس واغطيها بيه. اهم حاجة في عجينة البيتزا تتعجن كويس جدا، اقل حاجة 10 دقايق، بكيس تلاجة وعليها كمان فوطة. هركنها على جنب قيمة نص ساعة. اعمل صلصة البيتزا. انا عندي صلصة معلبة، هحط عليها معلقة كبيرة زعتر، معلقة صغيرة توم بودرة، فلفل اسود، وشعرية بهارات او 7 بهارات، اي بهارات عندك، وذرة ملح ومعلقة زيت. قلبت كل ده مع بعضه. هي دي صلصة البيتزا السريعة. كنها على جنب ونجيب العجينة. العجينة خمرت معانا وبقت بالشكل دوت تحفة، مش بقول كلام. بالرغم من ان احنا ما حطيناش ولا زبادي ولا لبن حليب، لكن العجينة زي ما انتوا شايفين لينة جدا. البيتزا هتطلع تحفة. البيتزا بتبان من العجينة. اهم حاجة العجينة. جبت صاج ودهنته زيت ورشيت عليه حبة دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسة، يكون ناعم عشان البيتزا من تحت تطلع مقرمشة كده معانا وتحفة. قطعنا العجينة بالشكل ده، التقطيعة اللي انت عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة براحتك. انا قطعت العجينة ولا كبيرة ولا صغيرة قوي. نحاول نقطع العجينة حتت متساوية عشان كل بيتزاية تبقى قد التانية، مع ان محدش هيحاسبنا ويقول لنا دي صغيرة ودي كبيرة حبايب قلبي، لكن يلا بقى مش مشكلة. اعملوها زي ما تيجي، هتطلع منكم زي العسل حبايبي. هقطع العجينة كلها بالشكل ده ونبجقها حبايبي. هجيب الصاج وهرصها بالمنظر ده بعيد عن بعض. ليه؟ لان العجينة لسه هتتفرد. دلوقتي بذمكم البيتزاية بكام في اي محل؟ الدنيا ولعت حبايب قلبي، ربنا يلطف بينا وبعبيده، كل حاجة غليت. واهم حاجة ان اي حاجة بتتعمل في البيت بتوفر عليكم كتير جدا. بصوا الكمية اللي انا هعملها لو هتحسبوها مش هتكلفنا حق تمن بيتزاية واحدة حبايب قلبي، والله وسهلة وبسيطة. بس قوم انت واعمليها وهتطلع من ايدك زي العسل. هعمل الكمية كلها وارصها في السجان. خلاص خلصت الكمية، هفردها بالشكل ده حبايبي. وقلنا حاجة سهلة وبسيطة، ما بنعملش صعب حبايب قلبي. واحدة واحدة كده. انا لسه هسيبها تخمر قيمة ربع ساعة كمان. لو انت بتحبي البيتزاية عالية بتخليها مليانة شوية، حجمها مليان شوية. احنا بنحبها خير الامور الوسط، ولا عالية ولا رقيقة. هنفرد السجان بنفس الشكل. سجان يا ويدا ليه؟ هو كام صاج؟ طلعوا صاجين كل واحد فيه 6 وصاج تاني فيها 4، يعني 16 بيتزا. حلو جدا، كمية ما شاء الله.
من 6 كوبايات دي عملنا الكمية دي كلها. ما شاء الله حلوة جدا والله، وطلعت زي العسل. جبت شوكة وخرمت كل البيتزا بالشكل ده بعد ما خمرت حبايبي، ومن الحروف كده بحاول اخلي الجناب اعلى من البيتزاية. هي دي الكمية اللي انتوا شايفينها. حلوة جدا ولا لا؟ او سهلة وبسيطة حبايب قلبي. هنجيب الصلصة وندهن وش البيتزا، كل الوش هندهنه بالشكل ده. في الوقت ده هنكون محضرين الحشوة اللي احنا عايزينها. طبعا الحشوة دي على حسب الرغبة. انا النهاردة هعملها بميكس جبن. انت بقى عايزة تحشيها بالفراخ، تحشيها بلحمة معصجة، بجمبري، ايه اللي انت عايزاه. دهنتي كل الكمية بالصلصة، وش البيتزا كلها هيتغطى بالصلصة. هجيب الجبن، ده ميكس جبن، جبنة رومي على جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر. هغطي وش البيتزاية بالمنظر ده. ده اول رق حبايبي. هكون محضرة بقى زيتون اخضر وزيتون اسود، تحفة والله. الطعم كان تحفة رهيب، مش بقول كلام. معايا حباية فلفل احمر وحباية فلفل اصفر وفلفل اخضر رومي مقطعاهم قطع صغيرة، وحبتين طماطم. كل ده هيترص فوق البيتزاية. ايه رأيكم في الدلع ده؟ دلعنا البيتزا بتاعتنا النهاردة على الاخر حبايب قلبي. كل ده هيترص، وبعد كده هنحط بقى الجبنة الموتزاريلا. ولا حشوة فراخ ولا جمبري ولا لحمة، ميكس جبن على قدنا والحمد لله والله. واتكلفت حبايب قلبي، بس لما تحسبي التكاليف مش هتيجي. قلنا حق بيتزاية واحدة والكل كل وحمد ربنا حبايبي. بعد ما حطيت الجبنة الموتزاريلا حطيت كده كام حبة زيتون اسود علشان ينطق الشكل حبايب قلبي، بردك حبة فلفل. الشكل بقى تحفة. هنكون محضرين الفرن على درجة حرارة 180 سخن جدا قبل ما نحطها في الرف الوسطاني. ما بتاخدش حاجة، هتتعمل من تحت، تاخد لون من تحت. هولع عليها الشواية، بتاخد 10 دقايق في الفرن، وعلى حسب الفرن بتاعتك عينك عليها. بص مستوية من تحت حلوة جدا ازاي، ومستوية من فوق حبايب قلبي. قوموا يلا اعملوها، والسيف مش عايزة الا الاكلات دي حبايب قلبي. بصوا جمال البيتزا، مش شكل بس، اقسم بالله طعم كمان. عجبتهم جدا، طعمها حلو جدا، والعجينة تحفة. بالرغم ان احنا قلنا ما حطيناش ولا زبادي ولا لبن حليب. على فكرة اللبن البودر بيدي طعم للعجينة حلو جدا اكتر من لبن الحليب والزبادي. البيتزا تحفة، والجبنة احلى واحلى حبايب قلبي. اول مرة اجيب جبنة تموتي معايا. اتمنى اللي يتفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير، واللي مش مشترك اتمنى يشترك يا حبايب قلبي. اسيبكم في رعاية الله.